السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر زي ما عندها أفلام ومسلسلات قوية جدا، فعندها برضو مسرحيات تخليك لو أنت مكتئب أو متضايق تغير مودك، وبالعكس لما تتفرج عليها تنسى أصلا أنت كنت متضايق ليه. وده تحدي إن أي مسرحية من اللي هقولها لو بتتفرج عليها لأول مرة هتحداك ما تضحكش. يلا بينا. في المركز العاشر عش المجانين، بطولة محمد نجم وحسن عابدين وليلى علوي وميمي جمال. محمد نجم عمل أكتر من 30 مسرحية، بس دي طبعا أنجحهم. هو كان ذكي جدا في المسرحية دي لأنه سبق بخطوة، خد باله إن الجمهور مش محتاج لموضوع كوميدي، الجمهور محتاج لمواقف جديدة تضحكه، وعشان كده كانت معظم المواقف ارتجالي من عنده. وكمان الصعب في الموضوع إن محمد نجم عمل أكتر من شخصية في المسرحية، وطبعا أهم جملة في المسرحية شفيق يا راجل. في المركز التاسع تخاريف، بطولة محمد صبحي وهناء الشربجي وعبد الله مشرف. المسرحية بتحكي عن 6 اخوات بيظهر لهم عفريت وكل واحد بيتمنى أمنية. المسرحية طبعا فيها رسائل ومحاكاة للواقع في حاجات كتير، وفعلا محمد صبحي عمل كوميديا ساخرة أكثر من رائعة. والسؤال هنا، هل بجد الإنسان لو جات له فرصة إنه يحقق أمنية يا ترى هتطلع الشخص السيء اللي جواك؟ في المركز الثامن، أنا في المركز ده كنت محتار جدا في مسرحيتين لعادل إمام، الزعيم والواد سيد الشغال. الاتنين تقريبا مستواهم قريب من بعض، ولما حتى عملت استطلاعات رأي في ناس بتحب واحدة فيهم والتانية بتحبها أقل شوية. بس ما علينا، أنا قررت بصراحة أخليهم هما الاتنين في نفس المركز. الناس بقى اللي اتفرجوا على الاتنين قولوا لنا رأيكم في التعليقات، بتحبوا مين فيهم أكتر؟ في المركز السابع مسرحية الجوكر. المسرحية من بطولة محمد صبحي وهناء الشربجي ومحمود القلعاوي. محمد صبحي دايما في أعماله الفنية أفكاره مميزة وعنده كوميديا من نوع خاص. يعني في المسرحية دي مثلا خرج بره الصندوق واستخدم ماسكات كتير، ودي حاجة ما كانش الجمهور متعود عليها في الوقت ده. وحقيقي أنا لحد دلوقتي لما بشوف محمد صبحي في شخصية عم أيوب أنا ما بكونش مصدق هو إزاي قدر يقف على العصاية بالشكل ده. في المركز السادس مسرحية سك على بناتك، بطولة فؤاد المهندس وشريهان وأحمد راتب وسناء يونس ومحمد أبو الحسن. بصوا يا جماعة، في ناس كده كده معروفة مش محتاجين نتكلم عنها زي فؤاد المهندس، ده يعني أستاذ وفي حتة لوحده. أنا بالنسبة لي في المسرحية دي أنا بستنى المشاهد بتاعت فوزية وحنفي اللي هم سناء يونس ومحمد أبو الحسن، كوميديا جامدة جدا بجد. في المركز الخامس مسرحية ريا وسكينة، بطولة شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بديع. دي كانت أول وآخر مرة شادية تظهر فيها على خشبة المسرح، بس على الرغم من ده بصراحة ما تحسش بده تماما في المسرحية. احنا بنتكلم عن شادية تاريخ برضه، وبصراحة هما الأربعة كانوا بيعرفوا يفرشوا الإفيهات لبعض حلو جدا، تحس إن في تناغم وانسجام بينهم، وده ظهر في الكوميديا اللي قدموها. في المركز الرابع مسرحية شاهد ما شافش حاجة، بطولة عادل إمام وعمر الحريري ونظيم شعراوي. المسرحية دي أكدت على قوة عادل إمام في أداء الأدوار الكوميدية بعد ما عمل مسرحية مدرسة المشاغبين. وطبعا مش هقول لك على المشاهد اللي بين عادل إمام وبرعي، وكانت حتى بيتقال لنا واحنا صغيرين إن برعي ده مش ممثل، وكان داخل في تحدي مع عادل إمام إنه مش هيضحك في المسرحية دي مهما حصل، ولكن عادل إمام قدر يضحك. بس طبعا القصة دي مش حقيقية، وإن برعي اسمه سامي جوهر وكان ممثل عادي جدا. في المركز الثالث المتزوجون، بطولة سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين. المسرحية دي طبعا قنبلة كوميديا. جورج سيدهم في المسرحية دي كل كمية بيض مش طبيعية، لدرجة إنه جاله تسمم بعد يومين من العرض، وبعد كده جابوا له أكل تاني غير البيض. بس في التصوير التلفزيوني المخرج خلاه ياكل بيض تاني. ما اعتقدش ان حد قدر ينافس جورج سيدهم في الاكل على المسرح غير احمد بدير في مسرحيه ريا وسكينة. مش عارف مين فيهم كان اكتر من التاني بصراحه. في المركز الثاني مسرحيه العيال كبرت، بطوله سعاد صالح ويونس شلبي واحمد زكي وحسن مصطفى وكريمه مختار. على فكره عادل امام كان المفروض هيكون معاهم في المسرحيه دي، بس اعتذر عشان كان عاوز يقدم مسرحيه تكون من بطولته، وفعلا عمل شاهد ما شافش حاجه. ودايما متعودين ان المسرحيه دي بتتعرض في العيد،
ولو ما تعرضتش الناس بتخش تبحث عنها وتتفرج عليها لحد دلوقتي. في المركز الأول مسرحية مدرسة المشاغبين، بطولة عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي وهادي الجيار وسهير البابلي وحسن مصطفى. المسرحية دي على الرغم من إنها في المركز الأول في الضحك، بس توجه لها انتقادات كتير جدا، إنها بتسخر من نظر المدرسة وانهيار القيم والمبادئ، وكمان بتشجع الطلاب إنها بتقلدهم. ولكن بعيدا عن الجدل ده، فهي فعلا المسرحية رقم 1 في أي عمل كوميدي في تاريخ الوطن العربي. عارف انت لما عينيك تدمع من كتر الضحك؟ اهو الناس تقريبا من كتر ما اتفرجت عليها حفظوا الحوار اللي فيها من قبل ما يتقال، افيهات ما بتخلصش. بس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. وانتوا كمان قولوا لنا رأيكم في التعليقات، ايه هي المسرحيات اللي المفروض كانت تكون موجودة في القائمة دي؟ شكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة.